نجو توا قطاع التوزيع للعموم، الجراند ديستريبيسيون، المغازات الجراند سيرفاس دو كونسوماسيون. جيون الرخصة كانت لفائدة عائلة مبروك زوج بنت بن علي. مونوبري كيف كارفور سيسلين شيبو بالدخل باش يعطوا الرخصة للشركة الفرنسية بمبلغ خيالي. بريكوراما في عماد طرابلسي بعد ما استولى على الباي نتاع رجل اعمال تونسي اسمه فوزي مهبولي. الخ عملتها نقاط، 3 نقاط لهنا، لان المسألة هذه الله اعلم الجراند ديستريبيسيون اش قاعدين يوزعوا في البلاد من مخدرات ومن واحد ومن واحد، الله اعلم به. قطاع الصناعة عندهم تكتل صناعي ضخم ومستقر في البلاد، يشرف عليه تسليم زروق نسيب بن علي. ثم حالة استثنائية هي حالة اسمنت قرطاج، سيمون دو قرطاج. أثناء الخوصة وقع الاختيار على إيطاليين، هذه شركة تابعة للدولة وقعت خوصتها، فوقع الاختيار على جماعة من إيطاليا. اتصل بهم سي بالحسن طرابلسي وقال لهم تعطوني 20% من الصفقة، معناها 80 مليار باش نعطوكم الرخصة. الإيطاليين بطلوا، سي بالحسن لا صار الكل استحوذ عليه وزاد فوق منه 400 هكتار خذاهم بالليم الرمزي، ووقع إدخال الشركة في البورصة وهي ما عندها حتى أي رصيد، دخلوها في البورصة بمساعدة نتاع بنكاجية ما همش شرفاء. يعني الأفير هذه دخلت فيها برشا أطراف، الجماعة في البورصة، في البنوك، في الشركة التونسية للسكك الحديدية. جماعة الأسانسيستيل هنا قاموا بتمويل 15 كيلومتر من السكك الحديدية لفائدة اسمنت قرطاج، باش يعطوها أكسجين على المستوى المالي، معناها خاطر الشركة تبحث هي باش يعطوها أكسجين، يعطوها 15 كيلومتر من السكك الحديدية، مش يحسب قداش هذوك. وزارة النقل لم تعترض، مجلس النواب لم يرى أي ضير في ذلك، دائرة الحسابات الكور دي كونت كيف معناها يا جماعة ضمن كلهم يلزمهم يتحاسبوا ويلزمهم يقع التحقيق معهم. شركة نسلي السيطرة الكاملة على سهم البياناء من طرف الصخر المصري، وعدة حالات أخرى معناها الخافي أعظم كما يقولوا. هنا ثم حالة هذه مؤثرة برشا، أنا واحد خلت لي دمي يغلي، سميتها أنا صناعة المياه. لهنا في صخر المصري، لأنه في دراسات مراكز الدراسات الاستراتيجية يقولوا اللي في تونس عام 2050 ثم مشكلة نتاع شح مياه، معروف اللي نحن توا في عجز ماء، عام 2050 ما عادش يبقى عندنا ماء. في صخر المصري في الوثائق الموجودة على ويكيليكس وبعض الوثائق الأخرى موجودة على الانترنت، فكر في مشروع نتاع تحلية مياه ماء البحر مع جماعة أمريكان. في الدراسة هذه باش يعملوا لهم الدراسة بالكدا، يقول لهم يا جماعة راهو مشروع رابح، راهو توا لتر بتاع الماء تكلف 150 فرنك مثلا، راهو في عام 50 تونس ما عادش فيها ماء، باش تولي لتر بتاع الماء تكلف $1.500، رانا ساعتها باش نربحوا كذا وكذا وكذا. معناها حتى العطش متاعنا هما قاعدين يبرمجوا له باش يربحوا على اساسه الفلوس، اما تلقاهم ربي المشروع هذا ما نجحش. الصفحة هذه حطيت أثريات أخرى، مثلا الأفير متاع المدرسة العالمية بقرطاج، هذه ليلى بن علي سواء عرفات، كانوا أصحاب عملوها من بعضهم وبعد ما ينصرتها جابتها لبرا. الجماعة هذوما عملوا مدرسة خاصة دبر التمويل ب2 مليار من طرف وزارة التربية، 2 مليارات تعطيهم وزارة التربية، تصرفهم على المدارس والواحد اللي هي تعاني وعلى السياسة التعليمية اللي هي تحت الصفر، أعطين 2 مليارات مدام ليلى بن علي. ليلى بن علي عملت ضغط من أجل إغلاق مؤسسة البو عبد اللي، لأن هي مؤسسة منافسة، مرمدوه الراجل وحكايته معروفة. عملوا ضغط على وزير المالية باش يحرم المؤسسة الأمريكانية، ثم مؤسسة انستيتيسيون أمريكان وحاجة هكا في تونس، قرر إذا هي عندها تسهيلات جبائية
ضغطوا عليها باش يقصوا لها التسهيلات هذه. أمريكا كقرار خذته نقصت من المساعدات نتاعها لتونس، باش تفهموا قديش الثورة هذه راهي عاونتنا هنا على المستوى الاقتصادي. توريد الموز وقع سلبه، كان اختصاص شركة ستيل اللي شركة وطنية مختصة في توريد الموز، خاطر الشعب التونسي يستهلك برشا موز، ولوا جماعة هذوما القطاع هذا مسيطر عليه في منصف طرابلسي. هذا كان مجرد مصور في ليبيا، المصور بتاع الشوارع معناها، ولا مسيطر على المجال هذا هو وشريكه اسمه سيجاري. للعلم وزارة التجارة قامت بكل الإجراءات اللازمة باش تسرع لهم الإجراءات لهنا باش تبدأ أمورهم واضحة. توريد السكر عن طريق شركة سكر بنزرت، توانسة يستهلكوا برشا سكر، بحسن طرابلسي ولطفي عبد الناظر مع بعضهم في الشركة هذه. سرقة أموال مباشرة من البوسطة، من اتصالات تونس، من ديوان الطيران المدني والمطارات. مطار الحجاج ثم مطار تم بناؤه دون تلبع عروض عمومي، كلف 10 مرات أكثر من الثمن الأول نتاعو. توريد الكحول اللي هو كان من اختصاصات ستيل، حبينا ولا كرهنا الشعب التونسي يستهلك برشا كحول، كان من مختصة فيه شركة ستيل، وضع تحت سيطرة عماد الطرابلسي المفيوزة منظر المقلب، بما في ذلك السوق السوداء. معناها هذا اللي ديكلاري، معناها بخلاف الماهوش ديكلاري. الحملة الوطنية للمحيط، الحملة الوطنية للمحيط كانت تذكروها في المهدي مليكة اللي كان على رأس وزارة البيئة. الحملة اللي عملوها لنا مليارات، ما هي مليارات تاع حماية المحيط، عملنا في كل ولاية الصنبة متاع لبيب، كان جت الأخرى سمباتيك ولو يخوفوا بها في الصغار العباد. صرفوا الصوت ديال الحكاية هذيك وتجميل مداخل المدن والباقي كل حطوه في جيوبهم. الوساطة الجمركية وخدمات الديوانة، عبور بدون رقابة، حصر الموردين الأصليين في أسامي معينة، تهريب أسلحة إلى آخره. تجارة موازية هذه أبدعت فيها لاله جليلة طرابلسي أخت ليلى وحياة قيس بن علي. محاولة الاستحواذ على أراضي الياشوسي، معهد الدراسات التجارية العليا في قرطاج، على ملعب زويتم، على هضبة قمر، هذه في عماد طرابلسي اللي قام بالاستحواذ على مواقع تاريخية بين قرطاج وبين المرسى بتواطؤ من وزارة الثقافة. تربية وتصدير التن التونسي مسيطر عليه مراد طرابلسي نسيب بن علي. الصيد في بحيرة تونس كيف مراد طرابلسي مع جماعة إيطاليين جايبهم فيترينا، اش قال لك راهو المقابل نتاع الشيء هذا اللي هم يقوموا بتنظيف البحيرة من الأعشاب الطفيلية من الواحد من اللي زال والحكايات هذيك. ليه؟ تنتهي الحلقة نتاعنا هذه، إن شاء الله نكونوا قدمنا لكم فكرة شاملة على شاملة. هي ما تجوز تكون شاملة، لازم كل واحد منا يحاول يزيد يتقصى الأمور، لكن بصراحة يعني يلزم يتحملوا المسؤولية الأطراف الكل في تقصي الحقائق وراء العباد هذوما، ويلزمنا نفهموا اللي نحن رانا قدام أخطبوط مازال موجود، واللي الصراع نتاعنا مازال ما تمش. في النهاية بسرعة نوصل طول النقطة الرابعة والأخيرة باش نشوفوا لازم تقصي الحقائق اللي عملت لنا الحكومة بتاع الغنوشي هذه التركيبة بتاعها، وباش نحكموا ونشوفوا هل هي تركيبة تنجم تعمل لنا تحقيق في الشيء اللي كنا نشوفوا فيه ولا. اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد، شوفك الاسم للاستقصاء مش للتقصي. اللي يفهم في اللغة العربية يعرف اللي يسمى فرق شاسع بين استقصاء استفعل، معناه طلب القيام بالفعل، تنجم توصل له تنجم ما توصلوش، ولا التقصي انك تقوم بالفعل في مسائل ولا تفلسف الحكاية. معناه
في مسائل الرشوة والفساد، مسائل مش جرائم. ما سموهاش اللجنة الوطنية للتقصي في جرائم الرشوة والفساد، يحموا في روحهم حتى على مستوى التسميات. به فيها سي عبد الفتاح عمر رئيس، هذا أستاذ قانون دستوري، كلف بتنقيح الدستور عام 88 و 89، وهذا تنقيح شهير رد الدستور على مقاس بن علي، وقت الناس الكلها فهي فهمت الطرح واللي بن علي باش يبقى مدى الحياة، عمل التنقيحات اللازمة في الدستور. كان رئيس المجلس الدستوري في فترة بن علي، عضو بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اللي هي معروفة حتى يا جماعة في الأمم المتحدة ما يحترموهاش. الوظيفة بتاعي تلميع صورة بن علي. فيها في عماد بالخامسة، هذا محامي تجمعي معروف، كاتب عام سابق للترجي، محامي طرابلسية في كل ملفاتهم، محامي صخر المصري اللي عنده في العائلة محامي خاصة في تونس العاصمة تو يفسر له الحكاية بالبلدان. فيها سي محمود بن قية، هذا حافظ الملكية العقارية سابقا، متواطئ للعنكوش مع الوزير السابق قريرة عن الملكية العقارية، في تجاوزات لا تحصى ولا تعد لفائدة عائلة بن علي. أنا كنا نشوف في البعض منها. السيد هذا بن قية ظهر لي أول واحد يلزم الحق معه، حقه معه هو. عنده مبيت جامعي، 3 شاحنات وزن ثقيل، منزل فاخر بزغوان. هذه الأمور الواضحة، أمور أخرى يعلم بها ربي. فيها سي ناجي بكوش، عميد سابق لكلية الحقوق بالصقر، تجمعي في الدم وفاسد بشهادة. اسألوا أي طالب قراءة في الجامعة هذه في صفاقسة ويقول لكم. للعلم راهو الهيئة الوطنية للمحامين وقع إقصاؤها من هذه اللجنة. صرح بالشيء هذا في بيان بتاريخ 27 جانفي 2011. نعتذروا على طول الفيديو هذا، ونتمنى اللي هي باش تمكن كل واحد باش يعاود يطرح السؤال في مخه بالكدا على الوضع في تونس، ويسأل روحه هل انه الوضع تغير قبل ومن بعد هروب بن علي ولا لا. بارك الله فيكم.